شاب وحيد وفاشل شغال شغلانة سد خانة، فجأة جات له أزمة قلبية ومات فيها، بس سبحان الله اتولد من جديد كابن الواحد من النبلاء وعنده قدرات جبارة. صاحبنا ده كان مجرد واحد عادي وشكله مش ولا بد، عايش في اليابان وشغال شغلانة ملل، وفي يوم وهو راجع من شغله جات له أزمة قلبية ومات في ساعتها. في اللحظة اللي بعدها على طول بيفتح عينيه يلاقي نفسه في عالم تاني خالص، وبيبص لقى في وشه الست زي القمر وهو نايم على السرير. في الأول افتكر نفسه في مستشفى، بس بعدين لاحظ كلب بيطير وبيلف في الأوضة، وخدامة دخلت تبارك للست الشقرة. وهنا أرس بياخد باله من انعكاس صورته وبيكتشف إنه اتولد من جديد كطفل في عالم موازي. بتمر 3 سنين في السلكان من غير أي مشاكل، بيتعلم فيهم القراية والكتابة وبيلم كمية معلومات رهيبة عن العالم ده. عرف إن المملكة اللي عايشين فيها اسمها مملكة سمر فورث، واللي كانت زمان متقسمة ل7 ممالك قبل ما واحدة فيهم تشن حرب وتسيطر على القارة كلها. جوه المملكة دي هو اتولد في عيلة نبيلة لأمير بيحكم قرية صغيرة اسمها لامبيرج، وعرف كمان إن السحر موجود وبيتمارس في العالم ده، وده أكتر حاجة حمسته. بس تعليم السحر فضل حلم بعيد بالنسبة له عشان لسه عيل صغير. حياته متريشة ومرفهة على الآخر، عايش في بيت قد الكوكب، وعنده خدامين بالكوم مهتمين بكل طلباته، وطباخ مخصوص بيعمل له أكل يجنن كل يوم. الحاجة التانية المختلفة فيه إنه عنده قدرة سحرية محدش يعرف عنها حاجة. عشان يجربها نزل لصالة التدريب اللي بيتجمع فيها حرس البيت والناس اللي طمحة تنضم لصفوف العساكر عشان يتدربوا. الكل كان مبسوط جدا لما شافه وهو بيقعد، وفجأة عينه بتلمح راجل عمال يتنفخ وبياكل ضربة على قفاه وهو بيحاول يتعلم ازاي يقاتل بالرمح. أرس شغل قدرته الخاصة اللي بتخليه يشوف إمكانيات ومستويات أي حد، فلاحظ إن الراجل ده مستواه في الرمح والسيف ضعيف جدا، رتبة دي، بس ما شاء الله عنده رتبة بي في الرماية بالقوس. جري عليه على طول وسأله إذا كان جرب يستخدم القوس والسهم قبل كده، بس الراجل ما أخدش كلامه بجدية وقعد يضحك باستهزاء عشان فاكر إن الرماية دي بتاعة الجبناء والستات بس. أرس قال له إن لازم يجرب القوس والسهم ولو لمرة واحدة، والراجل كان هيرفض أصلا الفكرة، بس عشان أرس هو الحاكم المستقبلي قرر ينفذ أوامره ومسك القوس، والناس كلها بتتفرج ضرب السهم، ويان العجب السهم رشق في نص الهدف بالظبط من أول محاولة. الكل افتكر إنها ضربة حظ، فالراجل بدأ يضرب سهم ورا سهم واكتشف إن كل ضرباته بتيجي في الجون، وهنا أدرك موهبته الفطرية في الرماية. شكر أرس جدا، والناس كلها بدأت تسأل أرس إزاي عارف إن الفاشل ده هيكون جامد كده في الرماية، بس أرس ما كانش عايز يكشف عن قدراته وقال لهم إنها مجرد حاسة سادسة. المشكلة الوحيدة في القدرة دي إنه مش عارف يشوف إمكانيات نفسه، وده زعله شوية، بس كبر دماغه ورجع البيت. بعدين على ترابيزة السفرة قعد قصاد أبوه اللي شكله يخوف، وكشف على إمكانياته، لقى إن أبوه ده شبح عنده رتبة A في كل حاجة، وقوي لدرجة إنه يقدر يهزم 10 سيافين من رتبة B لوحده في نفس الوقت. البابا سأله أنت اللي قلت للفاشل ده يجرب الرماية؟ أرس رد بصراحة وقال له أيوة. فأبوه قال له ببساطة إن دي حاجة كويسة جدا للحاكم المستقبلي إنه يقدر يفرق بين الناس الموهوبة والناس البطيخ. بعد حوار العشاء ده أرس بدأ يتعلم أكتر عن إزاي الناس بتحكم، وعارف قد إيه العالم الحقيقي ده ملعوب وقاسي. الحكام بتوع إمبراطورية سمر فورث باين عليهم الفساد للركب، والمزارعين والغلابة عاملين ثورات في كل حتة بسبب العيشة الضنك، في حين إن السياسيين شغالين ضد الشعب وعمالين يستخدموا وحشية الشرطة وحركات أرخم. وده خلاه يشوف إن العالم ده نسخة من أمريكا. أدرك إنه لو الوضع فضل كده القارة كلها هتولع وندخل في حرب أهلية، وساعتها غالبا هيضطر يقود قواته في المعركة. الفكرة دي رعبته بجد لأنه لسه مش محارب، وشاكك إذا كان واحد زيه هيقدر يحافظ على سلامة عيلته وأهل لامبرج ويحميهم. تاني يوم الصبح اتسحب من البيت وبدأ يتمشى في شوارع سوق القرية، بس رغم إنه لابس عباية بكل نسوة الناس اللي بسهولة افتكروه واحدة ست فضلوا يسألوا لو كانت خارجة تتسوق. فأرس اتريق على تخن واحدة فيهم وكمل طريقه وهو بيدور على ناس عندها قدرات خارقة باستخدام عينه السحرية. جربها على شوية من الأهالي بس اكتشف إنهم كلهم شوية فاشلين ملهمش أي مستقبل. بعد شوية قعد يرتاح وعينيه بدأت تدمع من كتر استخدام القدرة السحرية، وفجأة سمع دوشة، باب اتفتح بعنف وست بيضة عنصرية رمت شاب صغير في الشارع وهي بتقول إنها ما عندهاش شغل الأشكال الزبالة اللي زيه. أرس ما كانش عنده فكرة عن العرق ده، بس لاحظ إن الناس بتسميه ملكن وبيقولوا عليه مقرف وقذر. فجأة افتكر إنه قرأ عنهم في كتاب بيقول إن الناس دي من قارة بعيدة وأهل سمر فورث اشتروهم كعبيد. الشاب قعد على الأرض وهو جعان ومكسور، فأرس قرب منه واداله حتة عيش. الموقف ده فاجئ الراجل اللي عرف نفسه باسم راي، في حين إن الناس اللي واقفة استغربت إزاي الحاكم المستقبلي بيحاول يساعد واحد ملكن. في الأول راي كان شاكك فيه، بس بالراحة أخد العيش وبدأ ياكل بشراهة. وفي الوقت ده أرز استخدم عينه السحرية عشان يشوف مستواه. الصدمة بقى إن الواد ده طلع حتة ألماظ عنده مهارات كتير برتبة A و S، وده فكره باللورد ريفن
أبوه القوي، ولما استوعب إن الواد ده هيبقى من أقوى الناس في المملكة عينيه بدأت تلمع، فراي شافه مريب ومخيف وقام مشي بعد ما شكره. الحاكم المستقبلي فضل ماشي وراه لحد ما دخلوا سباق، وراي قال له سيبني في حالي بقى، بس أرس كشف له عن هويته وإنه ابن اللورد ريفن، وعرض عليه يشتغل حارس شخصي ليه، ورشاه بإنه وعده بأكل لذيذ. راي وافق في الآخر، وراحوا هما الاتنين بيت أرس وقعدوا على السفرة. نزل قدام أرس أطباق أكل أشكال وألوان، فبيبص لراي بفرحة، لقى الخدامة العنصرية جايباله طبق قديم فيه شوية فول، وقالت له إنها مستحيل تقدم لواحد ملكن نفس أكل الحاكم المستقبلي، ورئيس الخد كمان قال له يغور في داهية أول ما يخلص أكله. أرس ما كانش مصدق كمية العنصرية اللي في البلد دي، بس على عكس البنت الأمريكية البيضة هو قرر ياخد موقف بجد ويحل المشكلة، فشد كرسيه وقعد جنب راي وعزم عليه ياكلوا سوا. الخدامة ورئيس الخد حاولوا يتدخلوا، بس أرس أمرهم يخرسوا خالص عشان راي ده ضيفه. الخدامة جريت جابت لهم أكل نظيف، وراي أكله وهو طاير من الفرحة. بعد كده راي حكاله إنه كان شغال مع فرقة مرتزقة هم اللي ربوه من وهو طفل صغير، بس للأسف كلهم ماتوا في معركة قريبة وسابوه وحيد في العالم القاسي ده. أرس صعب عليه جدا وأخده من إيده وراح لأوضة أبوه، وقالوا إنه عايز يعين الجدع ده كحارس شخصي ليه. أبوه العنصري بص لري بصة من فوق لتحت ورفض، وقال إن المالكين دول مفيش منهم رجا وما عندهمش أي قدرات بجد. أرس وقف قدام أبوه وقال إن إحساسه بيقول إن ري ده عنده مواهب ربانية محدش في القارة كلها يقدر ينافسها. فالأب وافق اديله فرصة وقال إن ري لازم ينجح في اختبار، وهو إنه يهزمه في قتال. أرس ركبه الرعب لأن أبوه ده وحش كاسر وواحد من أعظم السيافين في القارة كلها. حاول يقول إن المواجهة دي مش عادلة، بس أبوه نفض له ومشي ناحية ساحة التدريب. طلب سيفين خشب، في حين إن الحراس والناس اللي في الساحة قعدوا ينادوا على ري بكلمة الميم العنصرية. ريفن حط القوانين، لو ري قدر يلمسه ضربة واحدة بس في وقت محدد هيتعين كحارس، بس لو ما قدرش هيطرد من القرية فورا. التايمر اشتغل والمعركة بدأت، وريفن هجم بضربة قوية جدا. ري تفاداها بس أدرك إن حتى والسيف خشب الضربة دي كانت ممكن تخلص عليه. ريفين هجم تاني بس ري صد الضربة وهو مش مصدق ازاي اللورد ده سريع وقوي كده. البابا الشبح فضل يهاجم بدون رحمة، وري يا دوب بيصد ويتفادى وده رعب أرس، بس لاحظ ان كل الموجودين مسهولين لان محدش قدر يصمد قدام هجمة واحدة من اللورد قبل كده. ريفين جاب اخره في الهجوم وقدر يخبط ري في كتفه ووقعه على الارض، بس وسط دهشة الكل ري قام تاني وقرر يجيب اخره، وتعبيرات وشه قلبت جد وجري ناحية ريفين اللي حاول يعمل له هجوم مضاد، بس ري تفاداه واتزحلق من تحته عشان يهاجمه من ورا، واستخدم أشعة الشمس بذكاء عشان يعمل لورد. ورغم كده ريفين قدر يصد الضربة، بس دي كانت أول مرة حد يتجرأ ويحاول يضرب اللورد أصلا. ويدوب ري بدأ يسخن ويدخل في المود، ريفين قال له إن الوقت خلص، بس قرر يحسب ري كسبان لأن محدش وصل للمرحلة دي وقرب يضربه قبل كده. أرس طار من الفرحة وبارك لري، وأبوه أشاد بأرس لأنه قادر يكتشف شخص موهوب زي ده، وقال له إن فعلا شكله عنده موهبة من عند ربنا. بقية الحراس والعساكر اتلموا على راي بيسألوه عن نصايح وبيترجوه يتدربوا معاه. في نفس اليوم راي لبس لبس حريمي كرمز لولائه وقبوله في العيلة، ونزل على ركبه وأقسم بالولاء لأرس. مرت شهور من ساعة ما راي انضم لأرس وبدأ يشتغل في بيتهم، ورغم إن العمال في الأول كانوا عنصريين معاه بسبب لون بشرته، واحدة واحدة كلهم حبوه. بقى بيدرب العساكر ويعلمهم إزاي يطوروا مهاراتهم، ومن ساعة ما بدأ ياخد دروس مع المدرس بتاع أرس ذكائه ضرب في السماء لدرجة إنه بقى أذكى واحد في البيت كله. راي كمان سحر الخدامات اللي كانوا بيترهوه زمان وبقوا بيموتوا فيه عشان خفة دمه ووشه السمح. من كام يوم راي وأرس بدأوا يقعدوا يذاكروا سوا ويقروا في تاريخ القارة والوضع السياسي الحالي في كل منطقة. قروا ازاي مملكة سامرفورث كانت قوة لا يستهان بيها وأقوى مملكة بلا منازع، بس على رأي راي المملكة بتنهار دلوقتي لأن الملك القديم مات وابنه الملك الجديد عنده 8 سنين بس، وبحسب كلامه السلطة كلها دلوقتي في إيد السياسيين اللي حوالين الملك الصغير وبيحاولوا يستغلوه عشان يلموا سلطة على قد ما يقدروا. وبسبب العك ده كله الحكومة مش قادرة تحكم صح، وده أدى لثورات في كل حتة في البلد، وعشان كده اللوردات والنبلاء في المناطق دي بدأوا ينفضوا للمملكة وبيجهزوا جيوشهم الخاصة عشان يتعاملوا مع الصراعات دي. أرس أدرك إن المقاطعة بتاعتهم ما حصلش فيها أي ثورات لحد دلوقتي، بس حقيقة إن أبوه بيتدرب كل يوم وبيجهز عساكر أكتر أكيد معناها إن في صراعات هتحصل قريب، فقرر إنه يدور على ناس موهوبة أكتر زي راي يقدروا يساعدوهم في حالة الحرب، رغم إنه مش عايز الحرب دي تحصل أصلا. أرس سأل ري تفتكر الحرب هتبدأ فين لو قامت؟ وري من غير تفكير قال له إنها هتبقى في المقاطعة اللي جنبهم اللي اللورد بتاعها راجل عجوز ومكحكح، وبحسب كلامه اللورد ده ممكن يودع في أي لحظة والحرب غالبا هتقوم بسبب حوارات الورث. ري شرح له إن اللورد ده عنده ولدين والمفروض الكبير هو اللي يورث العرش، بس الكل عارف إن الابن الصغير كفاءة أكتر وهيبقى قائد أحسن. لو مشكلة الخلافة دي ما اتحلتش قبل ما اللورد يموت الأخين هياكلوا في بعض والمملكة كلها
كلها هتضطر تختار طرف. أرس سأله أبوه هيختار مين؟ ري قال له غالبا هيختاروا الأخ الكبير عشان بالقانون هو الوريث الشرعي. أرس فكر إن أبوه لسه عايش وممكن يحل كل المشاكل دي، بس قلق من اللي ممكن يحصل لو الأمور عكت وأبوه اتأذى. ري قال له لازم نفضل ندور على كفاءات ممتازة تقوي موقفهم وتزود الأمان. أرس وافق جدا على الكلام ده، والاتنين جهزوا نفسهم عشان ينزلوا المدينة اللي جنبهم يصطادوا مواهب. وهم ماشيين في الحوش اللي قدام ريفين وقفهم وقال لهم خلوا بالكم ودوروا على ساحر كويس، لأن الساحر الشاطر ممكن يكون هو مفتاح النصر في معركة خسرانة. أرس عارف إن أبوه ما عندوش أي موهبة سحرية، ومرة اداله جوهرة سحرية عشان تطلع قدراته الدفينة، بس للأسف طلع بطيخة في السحر ومفيش عنده أي موهبة، وأبوه عمره ما طلب منه يجرب تاني. سابوا المقاطعة الصغيرة بتاعتهم وراحوا للمدينة اللي جنبهم واللي كانت أكبر بكتير من قريتهم، والناس هناك باين عليهم الغنى أكتر من أهل بلده. حكى لري إنه نفسه مقاطعته تبقى زي دي في يوم من الأيام. فري ابتسم وبدأ أرس يدور على مواهب وسط الناس. للأسف ملقاش أي حد قدراته حتى فوق المتوسطة، فقعد يرتاح شوية بعد ما فرهت. ري قال له ما تقلقش، المدينة دي فيها 50,000 نسمة، يعني قد قريتهم 10 مرات، فأكيد هيلاقوا حد. وهم ماشيين في الشوارع الواسعة أرس فجأة لمح زقاق ضلمة ومقفر مليان ناس غلابة نايمين في الشارع. اتفاجئ جدا، ما كانش متخيل إن مدينة كبيرة مليانة أغنياء بالشكل ده يكون فيها فقر كده. ري اداله درس في الحياة وقال له إن أي مكان فيه أغنياء كتير لازم تلاقي فيه ناس عايشة في فقر مدقع، وده خلى أرس يعيد التفكير في حلمه إنه يخلي قريته زي المدينة دي. بعد شوية دخلوا السوق الرئيسي، وعينين أرس بدأت تلمع لما شاف حاجات كتير بتتباع، وفجأة سمع راجل بيقول إنه بيبيع بيض تنانين مستورد من قارة تانية، وأرس الفكرة كلت دماغه إنه يبقى عنده تنين أليف يركبه وقت ما يحب. سأل البياع على طول عن سعرهم، فالبياع بابتسامة خبيثة قال له هبيع لك البيض النادر ده بفضية واحدة للبيضة. أرس قال له فورا هشتري 3، وبدأ يقلب في الشنطة عشان يطلع الفلوس، بس راي زقه لورا وحط خنجر على رقبة البياع. قال له ازاي تتجرأ وتبيع بضاعة مضروبة لواحد من النبلاء؟ دي عقوبتها الإعدام. بس البياع قال له إنه ما عملش حاجة غلط. راي قال له مستحيل تكون جايب البيض ده بشكل رسمي أو قانوني، لأن الاستيراد من القارات التانية ممنوع بقاله سنة، وده معناه يا إما أنت كذاب أو الحاجات دي متهربة. وفوق ده كله بيض التنانين ده نادر جدا، فازاي حتة فاشل زيك يجيب الكمية دي كلها؟ وكان خلاص هيخلص على الراجل النصاب ده، بس أرس خلاه يوقف. راي رجع لعقله فورا وبدأ يعتذر لأرس ومستعد لأي عقاب، بس أرس قال له كبر دماغك ولا يهمك. بعدين قعدوا يتغدوا، ولما أرس قرر يجيب حتة حلوى من كشك اتفاجئ بحرامي نشل كيس الفلوس بتاعه وطلع يجري. راي مسك أرس وطلع يجري ورا الحرامي اللي عمال يغرز بين الناس، بس راي قدر يشد العبالة بتاعته واكتشف إنها بنت صغيرة شعرها أزرق. البنت جريت على زقاق، ولما راي وصل هناك لقى البنت متحوطة بشوية بلطجية، واحد فيهم ضربها وقعها على الأرض. أرس حاول يوقفهم بس زعيمهم اتعصب عليه وحاول يضربه، فراي مسك دراعه في ثانية ورزعه بوكس في بطنه وقعه من طوله. الاتنين التانيين هجموا، بس راي روقهم هم كمان في ثانية وقعهم على الأرض وخلاهم يجروا زي الفيران. أرس بص للبنت بعينه السحرية واكتشف إن البنت دي عندها مهارات سحرية برتبة اس. ما كانش مصدق عينيه لأن إمكانياتها في السحر رهيبة، فطلب منها فورا تنضم ليه وتبقى تابعة ليه. راي قال له يا عم دي حرامية، بس أرس ما كانش فارق معاه ووعدها بعيشة مرتاحة بمرتب وأكل نظيف. البنت بصت لأرس وقالت له إنها تفضل تموت ولا إنها تشتغل عند عيل من النبلاء متدلع زيه. بالنسبة لها كل النبلاء دول ناس أشرار بيكوشوا على الفلوس على قفا الغلابة. هي نفسها كانت متاخدة كعبدة لواحد من النبلاء بس هربت، وعشان كده العيال دول كانوا بيحاولوا يمسكوها ويرجعوها تاني. أرس حاول يقنعها وقال لها إنها هتبقى سحرة فظيعة، بس البنت ردت إنها عمرها ما جربت السحر أصلا. راي أدرك إن مفيش أمل وطلب منها ترجع كيس الفلوس، وهي عملت كده من غير مجادلة. فجأة شوية عيال صغيرة دخلوا الزقاق واتلموا حوالين البنت، وطلع إنها بتراعي الأيتام دول وبتأكلهم. أرس صعبوا عليه وراح مرجع لها كيس الفلوس تاني ومشوا من المكان مع دخول الليل. بالليل راي كان قاعد في البلكونة بيفكر يا ترى هيلاقوا موهبة زي دي تاني ولا لا. فجأة سمعوا العيال بيعيطوا وبيصرخوا وبينادوا على البنت الحرامية. نزلوا جري يسألوا العيال في ايه، وكلهم قعدوا يعيطوا ويقولوا ان في 3 رجالة هجموا واخدوا شار معاهم. في نفس الوقت شار كانت متاخدة للناحية التانية من المدينة، والبلطجية رموها على الأرض قدام تاجر العبيد. بدأوا يضربوها بس هي استحملت كل الضرب ده من غير ما تنزل دمعة واحدة من عينيها. تاجر العبيد قال للبلطجية يخلوا بالهم من وشها، لأن النبيل المنحرف اللي عايز يشتريها عايز وشها يفضل حلو زي ما هو. البلطجية وعدوه يخلوا بالهم، بس واحد فيهم لمح كيس الفلوس اللي أرس اداهولها فأخده واكتشف إنه مليان فلوس. فجأة شار قامت وخطفت الكيس من البلطجي وحاولت تفلسع، بس هم كانوا أسرع ومسكوها تاني وثبتوها على الأرض.
تاجر العبيد قال لها تتقبل مصيرها، لأنها حتى لو هربت هتعيش عيشة كلها شقة ومرمطة وتفضل دايما هربانة وتموت موتة شنيعة. وقبل ما يحبطها أكتر من كده الباب اتفتح بعنف وعور الراجل اللي واقف عليه، ودخل راي صد أول بوكس وروق بقية البلطجية بمنتهى السهولة ورمى خنجره على الراجل اللي واقف جنب التاجر. التاجر قال للكل يوقفوا عشان يتفاهموا، بس آرس دخل الأوضة جري وسأل شار لو هي كويسة. البنت باين عليها اتفاجأت لما شافته، في حين إن التاجر لاحظ إن العيل الصغير ده شكله من النبلاء من لبسه وطريقة كلامه. التاجر سأله بهدوء يقدر يخدمه بإيه، فآرس قال له إنه عايزه يسيب البنت دي حالا. التاجر قال له ما اقدرش اعمل كده لاني مش بعمل حاجه غلط، وتجاره العبيد قانونيه جدا في المقاطعه دي. آرس قال له ما يهمنيش كل ده. وهنا شار قالت له يهرب لو عايز ينفذ بجلده. لف وبصلها وكشف على مستوياته تاني ولقى ان الطموح عندها واحد، وده معناه انها فاقده الامل تماما في اي مستقبل. بدا يرص كلام ويقول ان كل انسان يستاهل يبقى عنده امل ومستقبل يتطلع عليه. والتاجر لقى الكلام ده مسخره وقعد يضحك، لان المستقبل الوحيد اللي العبد بيتمناه هو انه يخدم سيد طيب باحترام. آرس اتعصب وقال له يبطل ضحك، لان الكبار المفروض يحافظوا على امان الاطفال. وقال ان هي اللي المفروض تقرر عايزه تعمل ايه في مستقبلها، مش حته تاجر عبيد زباله زيه. شار اتأثرت جدا بالخطبه دي وفكرت انها مش فاكره اخر مره عيطت فيها من وهي صغيره بتواجه الدنيا لوحدها، بتمشي في الشوارع وتبات في الازقه الضلمه في عز العواصف والشتاء، وهي بتشوف ناس تانية حياتهم اسهل بكتير. اضطرت تسرق عشان تلاقي تاكل، وحتى مع كده ما كانتش قادره تكفي نفسها ولا تكفي غيرها مهما حاولت. انها تشوف حد واقف بيدافع عنها كده خلاها تضعف ودموعها نزلت على خدها. التاجر جاب اخره وقال انه كان بيتكلم باحترام، لان الواد ده من النبلاء، بس دلوقتي هو بيعطله عن شغله من غير سبب مقنع، وانه لسه بدري عليه قوي عشان يعملها فيها ناشط حقوقي. نزل شويه بلطجيه من السلم واتلموا حواليهم، والتاجر هددهم ان هو هيأذيهم، بس ارس بص اللي قاله ما تقلقش كله تحت السيطره. واحد من البلطجيه قال لارس يخرس لانه بيكره العيال الرغايه. بس راي مسكه من رقبته ورفعه في الهواء ورزعه في الارض وقال لهم كلهم انهم عملوا غلطه عمرهم لما تطاولوا على اللورد ارس، ودلوقتي هيدفعوا ثمن الجريمه دي وهو الموت. طلع خنجره وواحد بلطجي كسر ازازه وقال للكل يحاوطوا راي لانه لوحده، بس ده ما جابش نتيجه خالص، لان راي اتفادى كل ضربه بشياكه ودقه وشرط بطن كام واحد فيهم ورمى خنجره على واحد تاني. قبل ما يكمل واحد من البلطجيه مسكه من ورا بسكينه، بس راي شاله ورزعه على الارض، وده رعب التاجر اللي نادى على الصحراء. ساحرين بداوا فورا يقروا تعويذات النار البسيطه بتاعتهم وضربوها على راي اللي قطع سحرهم بسهوله ونفخهم هم كمان. التاجر ركبوا الرعب فقرر يستخدم الكارت الاخير وطلع له راجل عملاق من فوق عمال يبلبع في خمره وهو نازل. سأل في ايه والدوشه دي ليه، والتاجر شرح له، فالعملاق اتعصب واستعد عشان يطرد الناس دي. شار قالت لارس ان الراجل ده مصيبه ولازم يهربوا، بس أرس كشف على مستواه وقال لشار إنها تبقى مواجهة سهلة، وزي ما قال راي اتفادى أول هجمة لما اتعلق في النجفة ونزل اداله شالوت في وشه. الراجل اتعصب ودخل يهجم عشان يمسك راي، بس راي قوي جدا وحريف قتال وخلص الماتش بضربة أبر كات نضيفة في الدقن وقعت الفيل ده من طوله. التاجر كان خلاص بيعملها على روحه من الخوف وقال لهم إن اللي بيعملوه ده ضد القانون، بس أرس طلع كيس مليان عملات وقال له أنا هشتريها. التاجر قال له إنه باع البنت أصلا لواحد تاني من النبلاء، بس راي اتدخل وقال له إحنا كده كده هناخد البنت، فخد الفلوس أحسن لك بدل ما تطلع من المولد بلا حمص وتتصرف أنت بقى مع النبيل التاني. التاجر جاب ورا وقبل التهديد وأخد الفلوس وباع شار لأرس رسمي وقانوني. على ما طلعوا من مكتب التاجر كان النهار طلع، وقبل ما يروحوا في أي داهية شار قالت إنها عايزة توريهم حاجة، أخدتهم لغاية تل عالي. وأرس كان بيفرهد في المشي وطالع عينه زي حالاتي كده، بس أخيرا وصل للقمة عشان يشوف أحلى منظر للمدينة كلها. قالت لهم إن ده مكانها السري اللي بتيجي فيه لما تكون مخنوقة، وكانت عايزة توريه لهم كنوع من الشكر. أرس كان مبهور بالمنظر التحفة، وري اداها دلاية سحرية عشان يجربوا قوة سحرها قد إيه. لبستها في رقبتها وحذرتهم إنها معتقدش إن عندها أي سحر لأنها ما جربتوش قبل كده، بس أول ما قالت التعويذة موجة مانا مرعبة طلعت منها وعملت كورة نار ضخمة انفجرت في السماء وصدمت كل اللي في المدينة بما فيهم أرس وري. بعد كده اتقابلت مع الأطفال الأيتام تاني ووعدتهم إنها هتيجي تزورهم في أقرب وقت قبل ما يطلعوا في رحلة الرجوع لبيت أرس. ولما وصلوا بالسلامة أرس قابل أبوه اللي في الأول افتكر إن أرس جاب غسالة أطباق جديدة. أرس قالوا إنها ساحرة ممتازة وهتبقى مؤثرة جدا في أرض المعركة، بس أبوه رفضها وقال إن الستات مكانهم المطبخ مش ساحة الحرب، وعشان تثبت كفاءتها شار ضربت نار في السما مرعبة صدمت ريفن اللي جاب ورا فورا ورحب بيها في عيلة لاند، ودخلوا كلهم جوه مستعدين للمغامرات اللي مستنياهم تاني يوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.
سلام يا أبطال الأنمي.